السلام عليكم يا بنات. النهارده هعمل اكله. انا قلت لو طلعت مش حلوه مش هنزلها، بس هي طلعت حلوه. رز بالحمص بالفراخ. هي اكله تركيه، تعتبر من الاكلات الشعبيه في تركيا. تعالوا بقى معايا نشوف عملناها ازاي والمكونات ايه. معايا بصله مقطعاها، ومعايا طماطمايه برضو مقطعاها، وجزرايه، ومعايا ملح وفلفل، ورق لوري، ونص معلقه سكر. يلا بقى هنحطهم بقى على النار. حطيناهم على النار. هنحط بقى الفراخ. هنسيبهم بقى يستووا وارجع لهم بعد نص ساعة. معايا ربع كيلو حمص الشام، متنقي ومغسول ومنقوع. هحطه على النار يتسلق، وبرضه الفراخ بتتسلق عشان نعمل اكلة رز بالحمص. انا سلقت خلاص الحمص اهو، ومعايا بصلايه والرز. يلا بقى نقطع البصل. قطعت البصله، هعلق بقى عليها على النار على طول. بقى حلو اللون ده. هجيب بقى الرز. انا قلبت الرز اهو، حطيته. احط ملح وفلفل. وبعدين حطيت الحمص، اقلبه تقلبتين، وبعدين احط الشوربه. فتحت عليها خلاص وبيتشرب. خمس دقايق كمان وهطفي عليها. الفراخ الرز استوت اهو. هطلع بقى افصصها عشان نبتدي نعمل الاكله بتاعتنا. انا فصصت خلاص الفراخ. هحطها بقى في قلب القالب. احنا بنات مش هنقطع كل الفراخ، حسب الطلب عشان تبقى سخنه عند التقديم. يلا بقى نقدم طبقنا. وبكده حبايبي يكون وصفتنا خلصت النهارده. عملنا الفراخ بالحمص بالرز، ومجنبيه مخلل بالطريقه التركيه. طعم بقى تحفه اهو. تعالوا بقى نقول عملنا ايه. جبنا الفراخ سلقناها، وبعدين فصصناها سبناها على جنب. جبنا الحمص بعد ما نقعناه سلقناه، وبعدين رحنا جايبين البصلة قطعناها حمرناها، وبعدين حطينا عليها الرز والحمص، وبعدين سقيناها بالشوربة. وبعد ما استوى غرفناه اهي. أكلة شعبية بنات في تركيا مشهورة جدا. عجبتكم الوصفة، عجبتكم الطريقة، يا ريت شير ولايك واشتراك في القناة حبايبي عشان يوصل لكم منا كل وصفة جديدة سهلة وبسيطة. السلام عليكم.